جنيه، بط بلدي ب 60 جنيه، ولا ساحل ولا مارينا، المبادره اولى بينا. قاعده بسكرول على النت لقيت منزلين في مبادره عاملينها محافظه اسماعيليه ان في سوق السمك الجديد عندنا الاسماك بنص السعر. السمك الشبار عامل اللي هو البلطي في القاهره عامل 50 جنيه، والبوري ب 100 جنيه، والكابوريا ب 50 جنيه. قلت بس دي يعني الاسعار دي ما الناس تحلف شكلها اشتغال، انزل انا اتاكد بقى بنفسي. ركبنا العربيه ودينا متجهين لسوق السمك، هنخش نشوف بقى بيعملوا ايه جوه. وصلنا سوق السمك الجديد في محافظه اسماعيليه اللي هو موجود في منطقه البلاجات دلوقتي، ودخلت لقيت اسماعيليه كلها تقريبا هناك. طبعا هي المبادره تبع المحافظه تحت رعايه لواء طيار اركان حرب اكرم جلال محافظ اسماعيليه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا كل حاجه بسعر اقل من الجمله. عندنا طماطم 3 ب 10، جزر ب 5 جنيه، جزر 5. عندنا عنب 30، عندنا بطيخ، عندنا فلفل وخيار، كل حاجه اقل من الجمله. احنا بنشكر سياده اللواء، احنا بنشكره على المبادره اللي عاملها ديت، باذن الله ناجحه يا رب. يا رب تستمر بس ان شاء الله يا رب، من نجاح لنجاح ان شاء الله. انا كنتش اعرف ان المبادره فيها خضار واتفاجئت. بس نرجع بقى للسمك مرجوعنا اللي احنا جايين له. 3 ب 50. ايه راي حضرتك في المبادره؟ ايه راي الشعب في المبادره؟ انا زي الفل. انا كتاجر بقول والله العظيم بسم الله ما شاء الله. مش خسرانه؟ خسرانه بس مربوحه مع الناس. سياده الوزير بيضحي جايب سمك. والله منازل اسماعيليه النهارده التجار بيقولوا كلهم ان السمك ده منازل ازاي في اسماعيليه النهارده خالص. ربنا يكرمكم. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بصي بط بلدي ب 60 جنيه، ده حجم سوبر. ده فعلا ب 40. ده ب 40 جنيه، ب 40 جنيه، ده ب 40 جنيه. بسم الله ما شاء الله، ولا ساحل ولا مارينا، المبادره اولى بينا. ما شاء الله علينا. انا مصدقاه ب 60 جنيه. انا يهمني اعرف لان انتوا برضو كده احنا من الشعب. انتوا خسرانه معاكم. صلى على النبي. على افضل الصلاه والسلام. احنا بنشر في الميزان بس كسبانين. حب اسماعيليه، حب بلدنا. ربنا يديمها. بنشجع محافظ اسماعيليه وسوق شيماء وكلهم عشان خاطر هم بيدعموا محافظ اسماعيليه. كمان كان في جمبري الصغير ب 150 والكبير شويه ب 250، وانا كاننا في اسعار 2020. المهم لقيت الولد ده واقف يقطع بطيخه، قلت ان شاء الله تطلع وامسك عليهم اي حاجه. لقيته فتحها طلعت حمراء واتكسفت انا وكملت ماشي بقى في السوق. كل سنه وحضرتك طيبه وكل سنه امه محمد كلها طيبه يا رب. ربنا يبارك لك يا استاذه يا رب. انا بس نازله اسال التجار لان هم يهمونا كده ما هم الشعب. على دماغي جاي عليكم بخساره. على دماغي. ايه يعني؟ ايه يعني؟ مش بتصلي على النبي؟ صلاه النبي مكسبه. بصي مولانا بتاع الغلابه ده عسل. مولانا بتاع الغلابه ده انا عينيا ب 27 السكر. ربنا يبارك. بص ب 20 جنيه. بسم الله ما شاء الله. مش بتصلي على النبي؟ واللي يصلي على النبي كسبان. ايه يعني يوم في الشهر؟ وايه يعني يوم في السنه؟ وايه يعني؟ في ده في اي حته بكام؟ انا ببيعه ب 20 جنيه. احنا طول ما بنخدم على دماغنا. على راسي. ربنا يبارك لك يا استاذ. هو اصلا الحاج مصطفى حربي معروف كده ان هو دايما بيعمل اسعار وعروض غريبه وما بيتاخرش عن الغلابه، بس مش لدرجه انه يعمل كيس المكرونه ب 7 جنيه وكيس الدقيق ب 15 جنيه بدل 30 جنيه، فانا مش فاهمه يعني. انا شرقاوي وبنزل سمك في اسماعيليه. ربنا يبارك لك يا رب. المعلم هاني عطوان. اهلا بحضرتك. المعلم الاصيل بورسعيدي وبنزل سمك من بورسعيد. نورنا والله. الحاج احمد ابو عوف من الشرقيه برضه بنزل. مسيطرين المعلم يعني. عطوان ابن الصغير مبسوط من المبادره. ربنا يخليك يا رب. بيقول للمحافظ انت كده 100%. يا ريت كل المحافظات تعمم ده. احنا برضه نعملها عندنا في الشرقيه برضه. الشرقيه تعملها وبورسعيد تعملها. ربنا ما يحرم اسماعيليه منكم. يا رب. ينكش في السوق كله والله. حصل كل حاجه عندك ايه؟ كل حاجه ب 100. الجزر 3 ب 100 والطماطم ايوه يا ريس تعالى 3 ب 100. انا طبعا مستغربه الناس دي المفروض انها بتبيع بخساره، عاملين مهرجان بجد، عمالين يغنوا ويطبلوا ويهيصوا عشان الناس تشتري. كانت الكابوريا دي 3 ب 100 والسمك كان بالاثنين ب 100. واللي انا عرفته ان المبادره دي مكمله معانا 3 شهور الصيف كل يوم جمعه، فانا مش فاهمه. وهنا برضو قلت اتاكد ان السمك ده طازه مثلا مش بايت مش حاجه، فالراجل خليته فتحهولي. جوده وضمان. هنخدم الناس ولا فرق. المبادره كمان ما طلعتش سمك بس، لا ده سمك وخضار وكمان بقوليات ومكرونات وسكر. فانا يعني برضو قلت ابقى ست بيت شاطره وافرح امي بيا. جبت بقى بطيخ وجبت دقيق وجبت مكرونه وجبت جزر وفلفل وخيار وبضعت كده مع نفسي. استنى بس اسمعكم رايها. ليه يعني الحاجه يفرقوها ببلاش ولا ايه يعني؟ مش بيفرقوها ببلاش، هي البضاعه كده جايه بنص الثمن. اذا كان كده بقى كل جمعه تنزلي المبادره دي، ده حاجه جميله جدا. وانا مال انا طيب، هم يعملوا مبادرات وتيجي على دماغي انا. بس كده يا جماعه نتقابل كل جمعه من شهور الصيف.